الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان أنصار-السنة.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل اليوم في سلسلة القدوات نقلة، نتحدث عن الأنصار قليلا، فإن الذي سبق من السير والأخبار والتراجم كان حديثا عن المهاجرين الأول والسابقين الأبطال، وكما أن في المهاجرين أفذاذ وأبطال فكذلك في الأنصار. ووقع اختيارنا على سيد من سادات الأنصار، وهو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي رضي الله تعالى عنه. وسعد إسلامه كان عجبا، فقد أسلم على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهو سيد الأوس. ومصعب نزل عند أسعد بن زرارة في بني عبد الأشهل، وسعد أشهلي فهو أوسي من بني أشهل أو من بني عبد الأشهل. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بني ساعدة. وبني ساعدة هم أهل سهل بن سعد الساعدي، تجد في السير وفي الأخبار وفي الأحاديث الساعدي. قال: وفي كل دور الأنصار خيرا، كل دور الأنصار خيرا. وفي رواية عددهم قال: خير دور الأنصار بني ساعدة، ثم قال بني عبد الأشهل، وجعل يعددهم صلى الله عليه وسلم. الأنصار عموما موقفهم في الدين واضح، ومجاهداتهم بينة. يكفي أن الله جل وعلا يقول عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف طويلة مع الأنصار. نرجع إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة عند بئر يسمى بئر مرق. جلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يحدثان بني عبد الأشهل في حائط في جنينة، فسمع بهم سيد الحي سعد بن معاذ، فأخذ حربته رمحه وجاء يمشي إليهم، فرآه أسعد بن زرارة من بعيد، قال: يا مصعب، هذا سيد قومه فأخلص فيه. فجاء ووقف وقال: جئتم إلى حينا تسفهون آلهتنا وتطعنون في ديننا وفي دين آبائنا، إن كنتم ترغبون بأنفسكم فاخرجوا من هذا الحي. فقال له مصعب رضي الله عنه ولله دره، قال له: أنت رجل عاقل وسيد مطاع، اسمع كلامنا، فإن أعجبك فكان بها، وإلا خرجنا وتركنا لك الحي. قال: أنصفت. وهذا رد رجل عاقل، قال له: أنصفت. ثم اتكأ على حربته وقال: تكلم. منذ أن بدأ مصعب يقرأ القرآن ويشرحه ظهرت أسارير الإسلام على وجه سعد، فأسلم، لكن إسلامه لم يكن عاديا. ذهب سعد بن معاذ فجمع الأوس جميعا من بني عبد الأشهل ووقف فيهم خطيبا. أسيد بن حضير كان معه، لما راه ذهب ورجع قال: والله رجع بغير الوجه الذي ذهب به.
سأل بني عبد الأشهل قال ما تقولون في وكيف تجدونني فيكم؟ قالوا سيدا مطاعا، سيدا مطاعا ونجيبا فينا. قال والله إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال لهم والله زول تاني أسلم عليه ما في، وزول انضم معي ما في إلا تخشوا الدين ده. وخش سنتين ذاته قبل شوية بس خش، لكن في ناس بيخشوا الدين مما خشوا لحد يوم الليلة حاجة سووها ما في الدين ده، خصم من رصيد الإسلام. وفي ناس بيخشوا في الدين لما يخش ذاتهم يخش بيفهم. بالمناسبة الخواجات ده لما يستووا بيفهم. أنا لقيت منه ناس والله ما شاء الله ناس قاطعين في الدين ده، قاطعين. يقول يا أخي أنت المسلسلات دي البنات عريانات دي المسلمين؟ أقول لا مسلمين. مسلمين كيف؟ يقول لي كيف مسلمين دين؟ ده زول خواجة. يقول كيف مسلمين؟ ده المسلمين؟ أقول لا مسلمين. حتى أنا أكفرهم يعني؟ يقول كيف مسلمين؟ والناس اللي بيتفرجوا ده المسلمين؟ قلت له مش مسلمين، ده المصلين كمان وفي الجوامع ويتفرجوا في المسلسلات. عاد يعني يقول شنو؟ مستغرب جدا، مستغربين. والله في واحدة من روسيا ولا من وين من المحلات دي أسلمت. يا أخي جاتني قالت لي أنت يا شيخنا الغنى ده شو ده؟ قلت لي يا أخي